شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس قعدت نسلف الوقت نتاعي دقيقه ودرج بالله، ولا عندي هكا شويه هكا متحمسه برشا، متحمسه برشا، خاطر ما سمعت حتى حد اليوم معناتها باستثناء بعض الزملاء اللي بارك الله فيهم على الاقل اعطاوا للموضوع اهميته. الكلمه اللي لازم تسمعها اليوم انه نحن رانا ولينا نضروا في مصلحه البلاد وننفعوا في مصلحه شركات اجنبيه قاعده تمص في دم التوانسه. هذه لازم يتقال بالحق، لازم يتقال بكل صوت عالي، خاطر اللي نعملوا هكا ونقولوا احنا نعمل في خلقات وملتزمين باش نعملوا خلقات، كله كلام باش يغطيوا به حجم الضرر اللي قاعدين يعملوا فيه للشعب التونسي، مقابل انهم يمتعوا هالشركات هذيا اللي جايه اليوم يحبونا باش مدولها. تقول الكلام هذا كبير علاش؟ على خاطر اللي صار عمليه استبلاه كبيره وكبيره جدا يا سيد الرئيس. وكنا هنا في لجنه الطاقه وطلبنا منهم انهم يسحبوا المشروع القانون، طلبنا منهم بكل لطف الا انه يوصلوا معناتها حتى يوصلوا الجلسه العامه وتحت قبه هذا المجلس، ولا حياه لمن تنادي وعزوزه ما يهمها قرص واعطيهم يعديوا اتوبري حتى كان يسمعوا اللي يكرهوه اليوم، وباش يسمعوا اللي يكرهوه اليوم. علاش؟ اول حاجه عندنا مرسوم 85 هذه علاش دخلوا له كيفاش دخلوا له والقانون ما يسمحش، هذه في موضع اخر اتوا ردوا عليه. هما ياخذوا على مرسوم 85 قال لك يا سيدي اللي يحب يجيني بمحض ارادته يدخل عندي مرحبا به، عملوا امتيازات جبائيه، ولكن راهو ما عادش يخضع للقوانين القديمه، يولي يخضع للقانون نتاعي سواء كان في ايجابياته او في سلبياته. ايجابياته هي امتيازات جبائيه كبيره، وسلبياته انه تكون لمده 30 سنه فقط وما ثماش تمديد للزمه استغلال. نعاود كيف نبدا، لزمه استغلال هذوما عندهم زوز لزم استغلال، بيجل والفلانيك شركه بيرينكو. جاء وقت يوفى عام 2020، توفى عام 2020 معناتها 2020 يهزوا يدهم ويمشيوا بالقانون، يرجع كل ما على المنشأة ما فوقها ما تحتها ملك الشعب التونسي، يرجع كل ما فيها من ريزيرف ومن احتياطي من الدنيا كل ملك للدولة التونسية تخدم فيه هي كما تحب. هما قالوا ما نجموش نخدموا فيه بدعوى انهم ما ينجموش يخدموا فيه. ايه كي ما ينجموش يخدموا فيه كمان ينجموا يعملوا ابيل دوفر جديد وينسي على شركة أخرى حتى كان أجنبية، أما بسوم أعز ونعزوا بلادنا ونعزوا. قال لك لا احنا نحبوا نمدوا لهم يا ودي القانون ما يسمحش. جاوا عملوا قال لك هات، قال لك القانون غامض، حكموا على القانون بالغموض، وهذا الاستبلاه فين هنا، الاستبلاه فين؟ علاش حكموا عليه بالغموض؟ قال لك الفصل 9 ينص على التمديد ويسكت، ما قالش مش ممكن التمديد. هذيك علاش يولي التمديد ممكن؟ ايه كي التمديد ممكن شو يعملوا؟ مشاو رجعوا للامر نتاع الاستعمار 53 ومشاو الفصل 55 اللي يخول للدوله التونسيه انها تمدد للشركات بطلب بعد قبل 10 سنين وبمده ب 25 سنه، هم عطاو 25 سنه. دونك رجعوا للامر العالي تاع 53. باهي احنا علاش قلت لك استبلاه؟ لانه القانون نتاع 85 المرسوم صريح، يقول لك فصل 39 فقره اخيره لا يجوز لا تنطبق احكام الامر 53 على الرخص اللي اختارت تمتع بمرسوم 85. اكثر من هالفلاقي هذايا قال لك لا حتى هذيك ما يكفيناش. علاش؟ قال لك عندنا حجج. شنو هي الحجج؟ قال لك الفصل 7 فقره اخيره من مرسوم 85 قال انه يمكن اذا لم تتعارض يمكن الرجوع للامر 53. الفصل 7 قال يطول الفصل 7، اما الفصل 7 يحكي على رخصه البحث مش يحكي على امتياز الاستغلال. هذه الاولى. قال لك عملنا لجنه استشاريه، اي لجنه استشاريه تعملت الرخص الكل سواء كانت الرخص اللي تخضع للمرسوم 85 او غير المرسوم 85. فالحجج نتاعهم هذه حجج هاويه، حجج فقط يعني اذا كان بالحق هذه طاقتنا في وزاره الطاقه وزاره الصناعه نفهم علاش شدت بالك، خاطر ما عندناش كفاءات سامحني، والا عندنا ناس تدلش علينا وفي الحالتين كارثه. المشكله يا سيد الرئيس انه نحن المشرع لما ما يذكرش التمديد نمشي معاها من سبله نحسبوا يحبوها ليا بالحق. هذا نقول لك يا اخي التمديد مش كلمه يا سيد الرئيس، التمديد مؤسسه كامله، مؤسسه فيها مده التمديد وفيها شكون مخاوليه باش يمدد له وفيها قداش مره تمدد له، فيها كل احكام كبيره مؤسسه، يعني مش مجرد كلمه نساها المشرع. نمشي معك اكثر من هك انا نتبهلل ما يسالش. عندنا تنقيح تاع 87
ما هو مرسوم 85 وقع تنقيحه بقانون 87. والتنقيح شو مس يا سيد الرئيس؟ مس الفصل 8، مس تمديد رخصة البحث. يعني المشرع لو كان عينه باش يمدد لك لازم استغلال، ما كانش باش يحصل عليك وينقح لك فصل 9، فقط نقح الفصل 8. فإرادة المشرع واضحة أنه ما يقبلش تمديد في لجنة الاستغلال. أكثر من هذا يا سيدي نقح المشرع فصل 9، أما حتى كي نقحوا ما مسلكش التمديد. أكثر من هكا فلاقي يظهر لي هنا ناس ولا تتعمد يسرقوا في الشعب التونسي. أنتم ما تعرفوا اللي احنا عندنا أكثر من 7000 مليار باش يرجعوهم قرض في 2017. تعرفوا اللي هذيك باش تدفع من جلد المواطن اللي انتم ما همكمش ما عندكمش، جايبين تحبوا تسرقوه مرة أخرى. ما يسمحوا لكمش، المجلس هذا ما يسمح لكش حتى كي يسمحوا لكم بعض النواب. الحمد لله دولة المؤسسات تمكنا باش نطعنوا فيه وتأكدوا بإذن الله يتيح لكم. نمشي لجهة أخرى، نخرج من القانون يا سيدي. أكثر من هذا لافنا الملحق اللي شركة بيرينكو اللي لازمة الاستغلال نتاع باقر ونتاع الفلانيين عملوا به خذوا به اللزمة. الفصل 2 من ملحق عدد 1 نتاع الفلانيين ايش يقول لك؟ يقول لك لا يجوز معارضة الفصل 85. حتى الاتفاق الخاص نتاعهم إذا فيه ما يعارض أحكام المرسوم لا عمل عليه. أكثر من هكا عربي. الملحق عدد 2 الفصل عدد 2 اللي لازمة باقر كيف نفس الشيء. يا خويا معناتها ناس متعمدي. انا نمشي بعيد نزيد نثبت اكثر. شنو نلقى انه الشركه هذه اول حاجه متاخره في عمل التدقيق نتاعها والمراقبه معناتها اخلالات. المفروض تفسخوا العقد، مش انكم تمدوا لهم. تفسخوهم لهم، تفسخوهم مش يصير يوفى عام 20 من قبل ما يوفى عام 20 نقصوا لهم من قبل. علما انه الوزاره طلبنا منها باش تجيب لنا الوضعيه الماليه نتاع الشركه هذه في لجنه الطاقه وامتنعوا ما جابوناش. شو عندهم تاخر في اعمال المراقبه والتدقيق لمده 14 سنه. هذه تقرير دايره محاسبات. عندهم قرابه هذه باقر عندها قرابه 21 مليار مصاريف غير مبرره. علاش؟ غياب فواتير. يسرقوا فينا معناتها، هما يسرقوا فينا ونحن نعاونوا في اللي يسرق فينا ونقولوا بلا يزيد سرقنا. ما خاطر ما عندهاش المال البلد هذيك علاش. عندها كيف تلوث البيئه اللي هي ملزمه انها ما تلوثش البيئه. ملوثه في جهه الصحراء هلك الدنيا. هذه الشركه سيئه السمعه في العالم مش يسالوا عليها باتوا ادخلوا لها. سيئه السمعه الكاش السيسي هذاك حد شيء ومازال باش يحكي لها البلاد. خاطر هنا ما عندناش شكون الناس تتامن عليها البلد هذه مالوغوزمون. كيف نرجع شو نقول؟ نرجع نقول اللي سبب اللي هو تونس هو اللي يوجع القلب بالحق. اللي تونس قد ما نجمش ناخذهم انا الحقول هذيا الامتيازات. ما عنديش امكانيات ماديه باش نخدم. في نفس الاسبوع اللي جيتنا للجنه وقالت لك لمدايا سيد وزير الطاقه يمضي عقد مع بي ريسورس وياخذ ما عنده 4 لزمات 4 استغلال يشريهم بالفلوس مش بلاش نتاع لزمه باقل والفانيق اللي مش مدوا لهم. لا هذو كنا ياخذوهم بلاش. هذو بالفلوس نتاع شكون؟ نتاع الشركه مورطه لانها جت بها الاسهم نتاعها باش تحل روحها. شريت من عندها بتروغاز الا الحقول نتاع تونس تحافظت عليها على خاطر عندها احتياطي تاع الهجر يقرب ال 100 مليار ما خلصتوش لتونس. فخافت هي لا تقعد تتورط مع تونس فقالت نشري الحقول الكل نتاع بي ريسورس الا تونس. يا اخي تونس في عوض هي تتمسك بحقها وتقول توقف انا ما تبيع شيء الا ما تخلصني بلادي مستحقه وشعبي مستحق. قالت ليه انت بتقلق روحك؟ هترجعهم لكم عندكم نحن وشتهم تونس وشتهم تونس. يا فضيحتنا تشري تونس بالفلوس معناتها لزمات امتيازات بالفلوس باش تربح شركه قلب تونس وفي نفس الوقت ترخص وتسيب في حقول تجينا بلاش عام 20 اذا مش توا بدعوى شنو ماناش قادرين على الاستغلال. تستقيلوا خير. شكرا. قبل ان نفتح المجال للتدخل الاخير